مثلا هما مسمارين. افك الدواسة، مش هتفرق ان انا افك الدواسة الاول او افك الوش ده الاول. اشيل الدواسة، برفع الوش في وبرة كده بجيب فرشة وانضف الكلام ده كله. ممكن اشيل الابرة عشان ما تضايقنيش. واقلب المكنة من هنا كده، اشيل مكوك. بص الوبرة قد ايه؟ الوبرة دي ممكن تخش في الكرسي ده تعمل لي مشكلة، فلازم ميبقاش في هنا وبرة. بنضف برضو الكلام ده كله اهو. وفرشة سنان وفرشة زي كده. شوف الوبرة عامل ازاي؟ كل ده تخلي الكرسي ما يتحركش معايا، ممكن تعمل لي مشكلة. واقفل الوش تاني، اجي اربط المسمار ده. اهم حاجة تبقى داعي لو انا بربط المسمار عشان ما بوزلش جسم المكنة. بربطه كده بايديا لحد ما المسمار يشبط كده. اربط الدواسة تاني واربط. افك العيار ده كمان امسحه. يبقى اول حاجه بفك ده كده، احط ده عشان لو حاجه وقعت تقع على ايديا. العيار ده لو في وبره جوه هنا ممكن تفضل كل شويه تعمل باصه. ادي اول حاجه بشيلها اهي، اللي هي دي. تاني حاجه السوسته، وده اسمه طبق، في اتنين تحت بعض. ده بيركب كده، مينفعش ان انا اركبه كده. ده بيركب في ده كده، والاتنين دول بيركبوا مع بعض كده. دي في وش دي. بص الوبرة دي ممكن تعمل معاها ايه؟ باصه في المكنه كل شويه، يعني ايه؟ تخلي المكنه الغرزه محببه من تحت. بمسح كده العيار اهو، امسح التاني ومنضف هنا كويس اهو. دي اسمها بنضف انا المكنه. بعملها كل قد ايه الكلام ده؟ بعمله كل فتره يعني. انضف كده. اول حاجه مينفعش ان انا اركب ده كده. دي كده شايف عامل ازاي؟ احطها كده نفس المجوفه دي كده لجوه اهي. احط دي كده، احط دي كده السوسته، احط دي في مشرشره اهي. في عامل ازاي؟ دي بتبقى في الوش عشان دي بتخلي العيار يعمل صوت لما اجي اقفل كده. دي مع التروس دي تعمل صوت في والعيار وهو بيقفل. بصي لو انا حطيتها كده عكس الصوت ده مش هيبان معايا. حطيتها كده شايفه في صوت. معلش ممكن نوريهم الحته المشرشره دي عشان اهي يشوفوها. دي بتبقى في الوش كده. واقفل القيمه اللي انا بقفلها بظبطها على المكنه. يعني ازاي؟ اشتغل. بصوا حضرتك خلصنا، نضفنا المكنه كويس. هشتغل. اهم حاجه خلي تركيزي مع العيار ده. انا شغال اهو. شايف العيار عامل معايا ايه؟ ليه بقى؟ عشان انا فكيته وما قفلتش الايه، الفتله كويس. لازم العيار ده يبقى مقفول كويس. ان هو مفتوح كده يعمل معايا يعني المشكله لما دي. الناس تلاقي المشكله دي، اصل ساعات في ناس بتشتكي تقول لك احنا المكنه بتعمل معانا كده، تبقى مشكله عيار بقفل مش العيار ده مكوك. بقفل. طالما من تحت يبقى العيار، لو من فوق تبقى المكوك. بقفل واجرب. بس كده اتظبط.
ايوه صح. اجيب حته طبعا قماشه مش هجرب على الشغل، وافضل اقفل كده لحد ما الايه، ما الغرزه تتظبط معايا. وانا كل ما اضيق الغرزه كل ما تكشكش القماشه، صح؟ لا دي مالهاش دعوه بالكشكشه، دي بتقفل على الفتله. السوسته دي بتقفل على الفتله، لو قفلت جامد هتلاقي المكنه بتقطع معايا، ولو فتحت مثلا هفتح شويه كمان اهو، بص هتعمل معايا كده، بفتحها حاجات بسيطه. بس عامل ازاي، باظت. باظت كده مفتوحه. بضطر ان انا ايه، اقفلها لحد ما الغرزه تتظبط معايا، ما افضلش اقفل يعني ايه على الاخر، يعني شويه كده واجرب. طب لو ضيقه قوي الغرزه هتبقى شكلها ايه؟ الغداء قوي هتقطع معايا، يعني قفلنا اهو جامد اهو، باجي اشتغل هتقطع معايا. لو انا قفلت جامد كده ممكن فتلة تقطع معايا، يعني ممكن ما تقطعش دلوقتي بس مع الشغل ممكن مع تقطع الشغل معايا، تقطع. تمام. لان هي انما لها مش ظبط. هتشد القماشه ولا اي لا حاجه؟ لا 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 لا، بتشد القماشه، في قماشه نقرة اللي هو بتشد دي تعمليها تلاقيها القماشه بتطق فيها، تفتحي لها شويه، فاحنا بنخليها مهويه افضل عشان ما تقطعش معاك. تمام. بس كده.